حجز أزيد من 100 كيلوغرام من اللحوم البيضاء الفاسدة بولاية جالما. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. تمكنت قوات الشرطة القضائية بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحمام دباغ من حجز ما يزيد عن 100 كيلوغرام من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك. حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة، فقد تمكنت ذات العناصر من توقيف مركبة وحجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك وغير خاضعة لمعايير النظافة والتخزين والتبريد. أسفرت العملية عن حجز 117 كيلوغرام من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إتلاف المحجوزات مع تشكيل ملف قضائي ضد المخالف.